السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ انا احمد جويش ودي قناه برومو. اهلا بكم في فيديو جديد، والنهارده معانا مراجعه الحلقه الثانيه من مسلسل ذا لاست اوف اس. ولكن قبل ما نبدا دعمكم مهم جدا بالنسبه لي عشان اقدر استمر في مراجعه الحلقات بشكل اسبوعي. فما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو وشير مع اصحابكم، وتاكدوا انتم مشتركين في القناه ومفعلين الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويلا بينا نبدا. وقبل ما ندخل في تفاصيل الحلقه، انا في حاجه كنت المفروض اقولها في المراجعه بتاعه الحلقه الاولى ولكن انا نسيت. انا ما لعبتش اللعبه يا جماعه. انا كل معرفتي باللعبه ان هي عبارة عن واحد وبنت صغيرة بيجروا من وحوش وبيجروا من الجيش، سواء ده او ده اللي هيعثر فيهم هيقتلهم. ده كامل معلوماتي عن اللعبة. فاي تحليل، اي استنباط، اي استنتاج، اي حاجة هتبقى من وجهة نظر الشخصية بناء عن اللي انا شايفه في الاحداث. وندخل بقى في تفاصيل الحلقة. الحلقة بتاعتنا بتبدأ في سنة 2003، في سنة بداية انتشار العدوى. المكان بالتحديد بيبقى اندونيسيا، اللي بنعرف بعد كده ان هو ده المكان اللي كان بؤرة الأحداث، وكان هو مكان انتشار العدوى للعالم كله. بيبدأ الموضوع في اندونيسيا في احد المصانع، اللي فجأة بيبقى موجود فيه احد العاملات اللي بتبتدي تتصرف بشكل غير طبيعي، وبتبتدي تهاجم زمايلها وبتهاجم حتى الشرطة كمان اللي جاية، ورد فعلهم بيبقى ان هما بيقتلوها. ولكن بسبب ان الموضوع شكله غير طبيعي، فالسلطات بتستعين بأحد عالمات علم الفطريات اللي بتيجي وبتحاول تفحص الجثة اللي موجودة، وبتكتشف ان احنا في بداية انتشار كارثة كبيرة. لدرجة ان لما الضابط بيسألها طب ايه الحل، ايه العلاج للموضوع، بتقوله مفيش حل. العلاج الوحيد هو ان احنا نقضي على المدينة ونقصفها كلها بالناس الموجودين فيها، عشان اي واحد معاه العدوى يموت. وبكده ده الحل الوحيد اللي هنقضي فيه على العدوى. لكن طبعا من الواضح من احداث المسلسل ان اندونيسيا ما قدرتش تعمل اي حاجة، وصدرت العدوى للدنيا كلها، والعالم كله بقى مصاب بالفطريات اللي موجودة دي. نرجع مرة تانية بقى للوقت الحالي اللي احنا موجودين فيه. نرجع لجول وتيس وإلي اللي بينطلقوا في الرحلة بتاعتهم. وما علينا من جول وتيس دلوقتي، وخلونا في إلي اللي عرفنا في الحلقة اللي فاتت ان هي مصابة، ولكن ما عندهاش اي اعراض ومفيش اي حاجة حصلت لها. هي اتصابت، اتعضت عضة كأن اي حد عضها عادي، انسان طبيعي، ما حصلهاش اي نوع من انواع العدوى. والموضوع ده عدى عليه كتير، وده اللي بيخلي ان إيلي هي الامل الوحيد لبقاء البشرية. احنا شفنا ان في محاولات من سنين لصنع علاج لاحتواء الموضوع ده، ولكن كلها باءت بالفشل. بس مع وجود إيلي اللي هي اتعضت وما فيش اي اصابة حصلت لها، موضوع ان يبقى موجود علاج ده شيء ممكن في وجودها. نبتدي بقى نعرف اكتر عن الفطريات وعن العدوى بتاعتنا دي. بنشوف ان في ناس بتتصاب بالعدوى دي ممكن يموتوا في خلال شهور، وفي ناس تانيين ممكن يعيشوا بيها مصابين ويتحولوا لوحوش لسنين عادي ويفضلوا عايشين. ومش بس كده، لا، ده الفطريات دي كلها متصلة ببعضيها، كلها عبارة عن شبكة واحدة متصلة ببعضيها. لو انت قتلت حد مصاب في مكان ما، على طول الفطر ده بيبعت اشارة لاقرب مصابين موجودين في المكان عشان يجوا ويهاجموا الشخص اللي قتله. وده طبعا بيخلي نسبة الخطر عالية جدا. انت مجرد ان احتكاكك بس باي فطريات وهي مالية الدنيا والمباني وكل حاجة، ده بيعرضك للخطر، لان الفطريات دي هترسل اشارات اقرب ناس موجودة عشان تيجي وتقضي عليك. وده بيعرفنا ان احنا قدام عدو، عدو هو جاي ياكل الاخضر واليابس، مش هيسيب اي حاجة، وهدفه هو القضاء ويبقى هو المسيطر. ولكن نرجع بقى لرحلة جول وتيس ويلي، اللي بتبتدي في بداية هادية جدا، للحظات كده تحس ان الموضوع سهل، ولكن كل ده بيتبدل اول ما بيحتكوا ويلاقوا مصابين موجودين قدامهم. عشان نبتدي نشوف بقى المصابين دول، المصابين الكاملين، مش زي الحلقة الأولى اللي كانوا لسه بيصابوا بالعدوى. لا، دول مصابين، بنشوف بقى ازاي تصرفاتهم. وأهم حاجة في النقطة دي إن المصابين مش بيموتوا بسهولة. المصابين مش مجرد رصاصة مثلا في دماغه هتموته، لا، هو بيحتاج لعدة رصاصات عشان يموت. فهو مش بيموت بسهولة، ومش سهل التخلص منه إطلاقا. بيتفوق جول ورفاقه على المصابين اللي هم بيواجهوهم في الرحلة، ولكن ده مش بيبقى أصعب شيء هم بيواجهوه، لأن هم لما بيوصلوا جهة الوصول والمكان اللي المفروض هيتقابلوا فيه مع الطرف التاني، بيوصلوا ما بيلاقوش حد. ولما بيدوروا بيلاقوا إن الفريق الكامل اللي كان هيقابلهم كلهم عبارة عن قتلى، واحتمال يقوموا عليهم دلوقتي إن هم مصابين بالمرض. عشان تبتدي الحيرة دلوقتي اللي هو هنعمل ايه. هل هنرجع مرة تانية من المكان اللي احنا فيه، ولا هنحاول ندور على مكان باقي الافراد دي ونوصل لهم عشان نبقى تمينا المهمة بتاعتنا؟ تفكير طويل جدا بيكسروا حاجة واحدة، وهي اصابة تيس بالعدوى.
تيس طبعا مش مقاومة للعدوى زي إيلي، فاتصابت في الهجوم اللي حصل عليهم، وخلاص مش فاضلها كتير، فاضلها يعني ساعات معدودة وتتحول وتبقى زيها زي المصابين اللي كانوا بيواجهوهم بالظبط. ومن هنا يصبح مصير العالم ومصير ما متبقي من بشرية كله على جول، اللي بتوصيه تيس بتقوله انت لازم تكمل مهمتك ولازم توصلها ولازم تنقذ ما يمكن انقاذه، عشان بعد كده تيس تضحي بنفسها من اجل توفير بعض الوقت لجول وايلي ان هم يهربوا، لان زي ما شرحنا كده ان العدوى بترسل اشارات، فهم قتلوا حد من المصابين ارسلت اشارات يعني لالاف المصابين اللي كلهم جايين، فتيس بتستنى بما ان هي مصابة خلاص وتضحي بنفسها من اجل توفير بعض الوقت لجول وايلي عشان يقدروا يهربوا ويكملوا مهمتهم. عشان تنتهي الحلقة بتاعتنا بنهاية درامية حزينة للغاية على فقد واحد بقى من الشخصيات الرئيسية. اي نعم، تاني حلقة ربما الشخصية دي لم تقدم اصلا، ربما احنا شفناها بعد مرور 20 سنة، ولكن برضو هي يعني ده ما يمنعش انها كانت احد اطراف القصة الاساسية اللي بقت دلوقتي مش موجودة. طبعا الناس اللي لعبوا اللعبة عارفين ان هي اصلا مش طرف في القصة، ولكن زي ما قلت انا ماليش علاقة باللعبة، فبالنسبة لي كنت متوقع ان هي هتبقى شخصية موجودة معانا. حلقة يمكن رتمها بطيء شوية عن الحلقة الأولى، يعني يمكن مش في نفس الرتم ونفس القوة، ولكن حلقة برضو قوية ما خلتش المسلسل يفقد البريق بتاعه، بل بالعكس ما زال المسلسل مكمل على الروعة اللي هو موجود فيها، وما زال برضو الإخراج بيتفوق على نفسه، ما زال الإخراج والصورة البصرية في أفضل صورة ممكنة. احنا شفنا يعني الحلقة مثلا في بدايتها بنشوف اللي هو 2003 ده العالم العادي بتاعنا اللي احنا عايشين فيه، تشوف في المستقبل عالم مختلف تماما، منظر المباني، الصورة البصرية والتصوير والكادرات والسي جي، الشغل ده كله جميل وغاية في الروعة يعني، والصرف والميزانية اللي موجودة واضح ان هي رايحة في المكان الصح. بس كده زي المشاهدين كنت خلص فيديو النهارده، يا ريت لو عجبكم تدعموني بلايك وشير لي، واللي حابب يشوفني في فيديوهات تانية اتاكد بقى ان هو مشترك في القناة وفعل الجرس عشان كل جديد يوصله، واشوفكم تاني في فيديوهات جاية كتير ان شاء الله. سلام عليكم.